السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التسجيلات اللي قام بها الهلال من اللاعب الموريتاني للاعب علي كبة السوداني اللي كان بيلعب في نادي حي الوادي نيالا وانتقل لحي العرب بالسودان. تم تسجيله للهلال. واللاعب الموريتاني كذلك أحمد سالم تم تسجيله في الهلال. كلكم يمكن شاهدتوا اللي تسجيلاته والأخبار. كان غبت غايب لي يوم لظروف عمل وكده. لكن يا أخي السؤال اللي بيطرح نفسه بعد الأحلام اللي كبرت عند جمهور الهلال كويس والشعب الهلال، هل التسجيلات اللي حاليا اللي عمل الهلال هي فعلا إضافة للهلال ولا ما إضافة؟ هل الهلال دي اللعيبة الأساس اللي هم محتاج لهم ولا لا؟ شوف، أنا ممكن أقول لك يا أخي إنه الهلال ماشي في الطريق الصح كويس. وبعدين يعني هو بينظر للموضوع كمشروع انه ببني في الهلال كويس. يمكن اللعيبه اللي سجلهم ديل هو ما خاتي انه والله يا اخي، يمكن يقول لك انا ما منتظر منه حاجه السنه دي. يعني لو قدم لي حاجه السنه دي اوكي، ما قدم لي انا ما منتظر منه حاجه. بعد ذاك اداره الهلال يمكن تكون واعيه كويس وهم شايفين ما مستحيل يجيبوا لهم لاعب. ده كان زمان وانتهى. مستحيل يجيبوا لهم لاعب هو مثلا امكانياته ضعيفه كويس، ولا مثلا ما بيفيد الهلال بحاجه. اكيد بيكون صاحب امكانيات واكيد عنده الموهبه كويس. محتاج انه شنو يتاقلم مع الفريق ويندمج مع الفريق. بعد ذاك بتظهر لك شنو امكانياته ولعبه. اما اللاعب اللي الموريتاني كويس، يمكن موريتانيا فيها لعيبه ممتازين، بالذات انه لاعب هو بيلعب في نادي الجمارك الموريتاني كويس. كان تعب الهلال شديد في مبارياته وظاهر مبرز عليه انه في كل الكور الهلال متابع اللاعب وممتاز. لو جاء واحد قال لك والله يا اخي اللاعب ده قاعد يشكر لك في اللاعب ده والله ممتاز واللاعب ده لعاب واللاعب ده وكذا وكذا وامكانياته وتفاصيله وبتاعه هنا، يعني من الاعلام عموما يمكن يكون كذاب، يكذب عليك ولا يكذب علينا. تمام. دي ان احنا لاعب هو اصلا يمكن يكون ما مشهور زي اللعيبه الكبار عشان نحن نقدر نعرف تفاصيله شنو ولا قيمته الفنيه شنو. لكن عموما نحن بنثق في اداره الهلال تماما. هي ما بتجيب لاعب ما لم يكون لاعب ممتاز. هي بتحاول تتخلص من اللعيبه اللي ما يفيدوا الهلال بحاجه. بالتوفيق للاعب احمد سالم وبالتوفيق للاعب برضه علي كبه في الهلال في المرحله المقبله. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه وكل الجمهور منتظره كويس، انه يا اخي الجمهور الهلال والهلال محتاج للعيبه من العيار الثقيل. احنا بنتكلم اي صحيح، انت بتبني على المستقبل كويس، بتبني مستقبلك وبتبني في الفريق في المرحله السنين القادمه ان شاء الله لو ربنا احيانا من الموت. لكن ان احنا بيتكلم في المرحله ان احنا خاشينها كويس في شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 اللي هو دوري الثمانية. ان احنا محتاجين للعيبه يا جماعه ليهم وزنهم ليهم مكانتهم في افريقيا، لعيبه تقال يعني كده يجي خاشي وطوالي شنو يحقق لك الحاجه انت دايرها. ما نحن محتاجين مثلا نقعد نجرب ولا نقعد ننتظر. ما في مشكله، انت ابني في الفريق كويس جيب لعيبه، لكن ما يعني تترك التسجيلات ما لم تسجل لك لاعب لاعبين ليهم اثرهم وليهم وزنهم في افريقيا وبيحققوا لك نتائج ان احنا دايرينها محتاجين ليها في الفتره الجايه كويس. يمكن دوري الثمانية يعني شايفينه ان احنا وشفنا الفرق اللي فيه. يمكن كل الفرق اللي مشاركه في دوري الثمانية ما في فريق مكتمل. ما في فريق مكتمل. كل الفرق المشاركه في دوري الثمانية حاليا كلها بتعاني من مراكز في اللعب، اذا كان دفاع ولا وسط ولا هجوم، كلهم بيعانوا من الحاجه دي. خلاص. الدليل على ذلك لعيبه الترجي التونسي بيصلوا المرمى كثير جدا جدا. يمكن يعني بيعملوا اكثر من 15 20 هجمه كويس بيتحقق منها هدف واحد. فعندهم شنو برضه مشكله في شنو في النهائيه في التهديف النهائي كويس. بيبحثوا عن حاجه دي. عندك الاهلي المصري كذلك. الاهلي المصري الان بيقول لك والله الاهلي تعبان جدا جدا، ودي ادارته وده اعلامه منه. والله بيقول لك الاهلي محتاج الان ما اقل من 6 5 صفقات كبيره جدا عشان يدعم بها الفريق، لانه الفريق تعبان والناس اللي قاعدين دي يمكن ما عندهم حاجه تانية يقدموها وخلاص يمكن يكونوا شبعوا بطولات والى اخره. فشوف ما في فريق مكتمل
وكل الفرق ناقصة. كذلك المرحلة في الهلال بتطبق، الهلال برضو بعاني من دفاع نص هجوم، دفاع نص هجوم خلاص. كذلك اكتشفنا انه والله ابو 20 خلاص يعني يكون خلص حاجاته كلها اللي عنده، ما عنده حاجه يقدمها تاني، محتاج لحارس احتياطي برضه. فالهلال يمكن يعني محتاج لكميه هائله من التسجيلات، لكميه هائله من التسجيلات عشان يقدر يدعم بها فريقه، يدعم بها الفريق للمرحله المقبله. كونه ما في تسجيلات اقول لك كذب، في تسجيلات جايه، ووزاره الهلال طبعا دائما بتشتغل بشنو، بهدوء تام. في يعني كميه من الصفقات، في مالي، وفي واحد من الجابون، وواحد من الكاميرون، وواحد من نيجيريا. فشنو الهلال شغال في الملف ده، وبيحاول شنو يجتهد انه ينقي افضل لاعب. والمشكله الثانيه اللي هي حقيقيه يمكن مواجهه الهلال، كل الفرق حاليا المشاركه في ابطال افريقيا بتبحث عن محترفين. الترجي التونسي، الاهلي المصري، مولوديه الجزائر، كويس، الانديه التونسيه، كل الانديه دي الان حاليا السوق مدور، السوق مولع نار، كويس. كل الانديه دي بتبحث عن لعيبه. فيبقى انك انت عشان تنافس في السوق تشتري لاعب، لازم يكون شنو دفعك تقيل جدا جدا، لازم دفعك يكون تقيل جدا 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 عشان تقدر شنو تنافس مع الناس ديل، وتخطف لعيبه ليهم وزنهم، ويأثروا لك ويعملوا لك نتيجه في المرحله المقبله. اما بالنسبه للقرعه وبالنسبه للمواجهات، يمكن تكون هي مواجهات يعني متوقعه، يعني ما في فريق بيصل دور الثمانيه وداري يشيل الكاس ولا دور الاربعه ما تمر بفرق كبيره. اكيد بتمر بكل الفرق، لازم تمر بفريق ثقيل وفريق له مكانته، وحتى امكانياته الفنيه والبدنيه كلها بتختلف من شنو، من المراحل السابقه اللي انت لعبتها في دوري ال 32 وفي المجموعات بتختلف تماما. اما حكايه انه نحن هنقابل الاهلي المصري ولا نقابل بيراميدز المصري ولا نقابل، ما عندنا مشكله انه نلاقي اي فريق كويس. كذلك انه يعني الاهلي نحن اصلا ما عندنا اشكاليه معه، صح يمكن في حصلت حساسيات في السنين المضت كويس، بالذات المباراه اللي كانت فاصله كبيره جدا، انه الاهلي كان محتاج ليها وحصل فيها مشاحنات ومشاكل وبتاع، يمكن دي خلاص حاجه انتهت ونحن بنرجع للماضي. في النهايه هم اخوتنا يا جماعه، ودي كره قدم، هي اصلا كره القدم دي للمتعه وللترفيه، ما حرب ولا مشاكل. بالذات هم يعني مصر استضافت السودانيين واستقبلت السودانيين، بغض النظر عن المشاكل اللي قاعده تحصل صغيره صغيره داخل مصر مع السودانيين، دي حاجه تانية. لكن نحن يعني بنحسب لهم انه هم فتحوا ابوابهم واستقبلوا يستقبلوا كل الشعب السودان بعد الحرب اللي دورت في السودان. ان شاء الله نسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يخفف على عنا ويوقف الحرب والناس ترجع لبلدها. فما عندنا مشكله انه نلاقي الاهلي ولا نلاقي بيراميدز المصري ولا نلاقي سان داونز الافريقي، يعني ديل الثلاثه فرق ديل انت ما بتطلع منهم. وغالبا انك انت ما تطلع من فريق مصري، لانه في اثنين لو طلعت من الاهلي بتقع مع بيراميدز المصري، واذا طلعت من بيراميدز المصري حتقع مع الاهلي. فما عندنا مشكله نلاقي اي فريق، فالداير يغلب ده والداير يشيل كاس ده ما عنده مشكله، ولا خد حسابات لانه فريق معين انه والله الاقي الفريق الفلاني ولا ما الاقي الفريق الفلاني. في النهايه انت عايز تصل لكاس، فالكاس ده عشان تصل له بتمر بشنو؟ اكيد بفرق ثقيله وفرق قويه جدا جدا. الحاجه الكويسه اللي بتحاسب لنا يعني حتى لو وقعنا مع اي نادي مصري، يمكن المباراه الاولى داخل مصر والثانيه في ارضنا، اذا كانت في ليبيا ولا في تنزانيا، من الدولتين دي ان شاء الله الهلال حيلعب دوري الثمانيه. فما فيها مشكله انه نلعب في مصر المباراه الاولى. اذا نفرض اذا خسرنا ممكن نعوض في المباراه الثانيه خارج ارضنا. هم دائما سلاحهم بيكون قوي لما يكونوا شنو في ارضهم. الحاجة الثانية اللي هي المهمة جدا جدا، الناس بتشكي من المدرب انه والله وفي مدرب مدرب فريق الجمارك، نادي الجمارك في موريتانيا، ربما في مفاوضات انه الهلال يضيفوا مع الجهاز الفني مساعدة فلوران، يمكن دي تمهيدا لشنو في المرحلة المقبلة. اذا يمكن يكون يعني الله اعلم، يمكن تكون تمهيدا لانه شنو يستغنوا عن فلوران وهو يكون في راس الجهاز الفني، صاحب امكانيات ولاعب مدرب شاب وعنده زي ما بيقولوا حنكه في الكره وخطط كويسه. نتمنى انه شنو ان شاء الله ربنا يوفق الهلال
في المرحلة المقبلة. وما نطول لكم الفيديو طويل، وعملنا 10 دقائق في الفيديو بس. ما تنسى تشترك معنا وتعمل لنا لايك. في اخبار جايه ان شاء الله جديده، وفي مفاجآت جايه جديده في محترفين اجانب يعني من عيار تقيل. نشوف اخبارهم شنو، تفاصيلهم شنو ان شاء الله، ونفيدكم باول باول الى ان نلتقي في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.